أمام حشد جماهيري يزيد عن 10,000 متفرج قدم نادي إنتر ميامي الأمريكي الثنائي ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس التقديم الذي سبقته أحوال جوية قاسية أربكت حفل تقديم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أقيم فجر اليوم الاثنين في فلوريدا الأمريكية، حيث اضطرت إدارة نادي إنتر ميامي لتأجيل الحفل عن موعده المحدد لأكثر من ساعتين بسبب سوء الأحوال الجوية. وكتب النادي عبر حسابه على تويتر: سلامة ضيوفنا هي أولويته القصوى، إذا كنت في الملعب يرجى البقاء في سيارتك وسنوافيكم بكافة المستجدات. وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن الجماهير الحاضرة للحفل اضطرت للبقاء في الخيام هربا من الأمطار الغزيرة والبرق. وأضافت: سوء الأحوال الجوية لم يمنع الجماهير الأمريكي من التواجد بكثافة في المدرجات وخارج أسوار الملعب. وبدأ الحفل بدخول بوسكيتس الذي قال في كلمة للجماهير: إنه لمن دواعي السرور أن أكون لاعبا في إنتر ميامي، شكرا للجميع وأراكم قريبا. بعدها تحدث النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام أحد ملاك النادي الأمريكي قائلا: يسعدني أن أقدم لكم أحد أفضل اللاعبين الذين سيمثلون إنتر ميامي. أعلم أن سكان فلوريدا سيكونون سعداء بوجوده هنا، مرحبا ليو. من جانبه قال ميسي في كلمته: أنا متحمس جدا وسعيد للغاية بوجودي هنا، أشكر جميع المسؤولين، الأجواء مذهلة هنا ولدي رغبة في العمل بكل قوة وجدية لمساعدة فريقي على تحقيق الانتصارات والمساهمة في نمو هذا النادي. وختم النجم الأرجنتيني: على المستوى الشخصي لا يراودني الشك أنني وزملائي سنبذل أقصى جهد، أنا سعيد جدا باختيار هذا المشروع لأكون هنا مع عائلتي وأثق أنه ستحدث أشياء رائعة، شكرا لكم جميعا.